السلام عليكم. اليوم جبت لكم غريبة بالكنافة. كتجي غزالة هشيشة سهلة في التحضير ومذاق رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وغادي تنجحوا ان شاء الله في التحضير ديالها. دابا نعطيكم المقادير ديالها، وراهي ماشي غالية في الثمن، يعني في متناول الجميع. المقادير: 250 غرام ديال الزبدة ديال البواطة ولا الزبدة العادية، 2 ديال لي فاني و2 ديال خمارات الحلوى، كاس ديال اللوز مطحون، ساشي ديال نيدو محمر، كاس ونص ديال المايزينا، عبر العنبة، كاس العنبة دائما، كاس ديال سكر كلاصي، كاس ديال الزيت عبر كاس العنبة. والكنافة محمرة غير في المقلة ومهرسينها غير بصبيعاتنا بلا ما طحنوها غير بيديكم، ونقصوا العافية ملي تكونوا كتحمروها. العبار ديال الكنافة، العبار اللي يعني نص كيلو، كيلو الا ربع، وقبيصة الملح. دابا كناخدو عجانة ولا فشي قصرية اللي عندكم، كناخدو الزبدة، كنزيدو عليها كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاصي، جوج ديال الساشيات ديال الفاني، كنخلطوهم مزيان حتى كيندمج هذا الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا في الصورة. من بعد كنضيفوا ليهم الدقيق، راه على حسب العجين، حيت نسيت قبيله ما قدمتش في المقادير الدقيق. ملي كنخلطوا الخليط مزيان، سواء خلطوه بيديكم ولا بالعجانه، كنزيدوا عليه كاس ونص ديال المايزينا، وكنزيدوا عليه كاس ديال اللوز اللي كيكون مطحون. اللوز ماشي ما تقليوه ما حتى حاجه، غير كناخدوه كما كنشريوه، كنمسحوه وكنطحنوه في الطحانه ديال التوابل. هنا زدت حليب نيدو ساشيه، كنشدها وكنديرها في فوق عافيه مهيله حتى كتحمر مع التحريك باش ما تلصقش ليكم. وعاد كنزيد هذاك الكاس ديال اللوز مطحون، وجوج ساشيات ديال خمارة الحلوى، كنشعل عليهم الماكينه ونخليهم يتخلطوا حتى يندمج الخليط مزيان. من بعد عاد كنضيف قبصة الملحة والدقيق تدريجيا، كنبقى نزيد الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى كان الدقيق ما عنديش العبار مضبوط شحال هزت ليا، وانما كتبقاو تزيدوا الدقيق حتى كتحسوا بالعجين
رطب، ما تكونش قاصحة وما تكونش رطبة بزاف. صافي كنشدوها نكوروها على شكل غريبة. هي راه فيها جوج خمارات ديال الحلوى، يعني غادي تنفخ واحد شويه. هاهما كتشوفوا العجين كيجي رطب. كنكوروها حتى نقادوها كامله في اللاطه ديالنا، وندخلوها للفران درجه الحراره معتدله متوسطه. الا كان ديال الضو كيكون 18 درجه، كنشعلوا ليها من التحت، يعني طيب من التحت حتى الطيب، عاد نشعلوا لها على وجهها، وما كنحمروهاش بزاف، يعني كتبقى شويه بيضه وهي راه كتجي هشيشه ورطبه. هنا كناخد نص كيلو ديال الشكلاط ابيض، كندوبو في بان ماغي، وزيدو عليه شويه ديال الزيت باش يجي، حيت كيجي شويه ثقيل غير باش يخفاف. صافي كنديرهم هكا في السكر، كنديرهم في الشكلاط ابيض، من بعد كنفندها في الكنافه كما كتشوفوا بحال هكا، وكنحطها في كويغطات وكنقدمها بالصحه والراحه، وتستحق التجربه، انا لذيذه بزاف. كنبقى هكذا حتى كنكمل الحلوى ديالي كامله. بغيتو تحطوها في الكونجيلاتور كتبقى مقرمشه، ما بغيتوش كتحطوها غير فشي بواط وتخليوها حتى لوقت التقديم، وديروها في كويغطات بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديالها النهائي.